الا لا قدر الله طلع لك هذا الفيديو هذا، دون بي فاكين بيتش. انا عارف نتوما مولفين كتسكرولي، ما تقدرش تحمل فيديو طويل وكتقول اش غيقول كاع هاد الهضره ديال اسمع واسكت. حيت اليوم بارطاجي معاك تجربه ديال انسان جا غادي يحط لك واحد التجربه ديالو. اذا انا اكتشفت واحد اللعيبه في الشين ديالي من نهار بديت هذا العالم ديال اليوتيوب، انه كاين ثلاثه الانواع ديال الناس اللي تتفرج فيه انا شخصيا في الشين ديالي. النوع الاول هو النوع اللي كتلقاه عايش معاك في الفايب، كيفهم الفكره ديالك. اي فيديو دويتي مثلا بغيتي توصل واحد الفكره وكيمشي معاك هو في الفايب، كيعيش معاك الفيديو كيف ما انت صورتيه، كيف ما بغيتي انك توصل. كاينه الفئه الثانيه. الفئه الثانيه هو ذاك النوع اللي تيكون تحليلي شي شويه، زعما كريتيكال ثينكين، كيقراك زعما فهمتي، عارف هو الشخصيات، كيعرف كيفاش يقراك مورا الكاميرا. هذاك النوع اللي تيبقى يقول لك انت راه مشيت معاك فاش كنتي طالع وشفت البروغريس ديالك وشفت التطور، وكيبقى زعما يحلل في الشخصيه ديالي انا. خصكم تفهموا واحد الحاجه، ولاد الناس وبنات الناس، هادشي اللي تيخرج في كاميرا راه انا اللي تنبغي نبارطاجيه مع بنادم. انا تنصور وتنتفرج فيه وتنقول واش هاد اللعيبه هادي نقولها لبنادم، واخا هاد الفكره فاش نقولها لبنادم حيت عارفه غادي تقيس. راه انا اللي تنبين لك شنو باغي نبين اصاحبي. راه الناس اللي عارفيني في الواقع مازال ما اكتشفوا الشخصيه ديالي، because it's fucking complicated اصاحبي. ما يمكنش انك تعرف واحد الانسان مورا واحد الجدار. ولكم واسع النظر، انا كنفتح لكم كومونتيرات باش تتكلموا على خاطركم، لا لاني نقول لك الحقيقه شنو كاين. وكاين النوع الاخير والنوع الثالث، اللي هو ذاك النوع اللي تيكون ما حاملكش ولكن تيتفرج فيك وتيكون كيتسنى في اللقطه فين تغلط، في كليباج اللي تيقلبوا لك على ديك الزلقه باش انها تسكرينا ودوز واحد 4 سنين طلع مثلا يتجبد لك داك الشيء القديم. انا هاد الحركه هادي تعرفوا كيفاش كنشوف هاد الناس كيف فاك. سو اليوم غادي نتكلم لكم على ثلاثه النقاط اللي مهمه بزاف، ثلاثه النقاط اللي تخليك ما تكونش بيتش حياتك، تكون فريمون فاش كتحضر كاين وكتعبر على الذات ديالك وكدير داكشي اللي خاصو يدار كيف ما خاصو انه يدار. فانتم عارفين بعض المرات كنكون ضاحك بزاف، بعض المرات كنكون ناشط، بعض المرات كنكون مقلق. ديوني على هبالي، انا انسان صريح بزاف، كنمشي على المود ديالي كيفاش داير وتنحاول نوصل واحد الفكره اللي زوينه، في الاخير تيبقى الاساس مزيان. فهذا بحال طابلو، هذا بحال طابلو غادي تتبعوا معايا، غادي تشوفوا كيفاش نفسر لكم اللعيبات وندخل ديريكت في الموضوع اللي هي النقطه الاولى. ماشي اهم وحده ولكن كل وحده في هادو التاليه فيهم زعما اهم وحده، والاولى فيهم اقل اهميه ولكن كتلعب دور كبير. فبحال كتقول الاولى نعطيوها 70%، الثانيه نعطيوها 80%، الثالثه نعطيوها 100%. داكوغ داكوغ لي زونفون اي لي زيفيز، نبداو معكم الطرف ديالنا الجميل اللي هو العقل، الدوبامين. شحال من مره دخلتي اليوتيوب وقلبتي في الدوبامين؟ الغالبيه شنو تيقول لك؟ ما خصكش تسكرولي، ما خصكش دير، خصك تبعد من البليه، خصك تبعد من هذه نونطري ما الى اخره. كاين اللي ما تيفهموش الهضره ديالي بعض المرات، حيت شحال من مره فاش تنبقى نقول لبنادم الفورما راه ما عندها حتى شي قيمه، ستوبيد بوشيت ديال السيلف امبروفمنت، كيفاش تيفهمها هو بلا الحمار؟ كيفاش تيفهمها الحمار؟ الحمار تيفهم انه هذا تيقول لك لا ما خصكش تريني. وات فاك، انا براسي رجعت نتريني في البوكس اصاحبي. راه ماشي قضيه ما ترينيش، راه المطريم حاجه مزيانه، راه هو تيعطيك القوه مزيان ليك، ماشي ضروري الفورما. سطر على هذه. كاين اللي كيعجبو يتريني التنس، كاين اللي كيعجبو يتريني كره، كاين اللي كيعجبو الرياضات كثيره تختلف، ماشي ضروري تكون كتبان وتضرب العالم وخصك النظام الغذائي ديال برو. حنا كتريني غير باش تحافظ على صحتك، انت ماشي اطليت، ماشي تمشي تشارك في الاولمبياد. ملي كتمشي كتريني على صحتك باش البرين ديالك يخدم مزيان، الصحه ديالك تبقى نقيه، كتبقى واحد الانسان وازن في المجتمع، احسن مثلا من انه تمشي تبلع. لان حنا عارفين البليه شنو تيجي منها، البليه تيجي منها غير الحماق، كتخسر العقل ديالك وكتخسر صحتك وكتخسر الناس اللي قراب ليك، وما كتبقى حتى شي حاجه في بلاصتها، وكيولي عندك واحد الانفصام ديال الشخصيه اللي انا عشت فيه لانني جربت جميع انواع السوبر هارد. غادي وانت كتطلع كتبدا بشويه سموكين، كتبدا طالع جوينت، حتى كتوصل للدرينك، حتى كتوصل بيلز، حتى كتوصل للكوك، تقدر توصل لشي نيفو اللي انت ما عقلك يقدر ما يستوعبوش. غادي تقول who the fuck is this one.
who the fuck is this person talking. بهذه الطريقه هذه اللي تنبان لك انا كنتكلم بها، ونقدر نبان لك شمكار ولا نبان لك ولد الناس، ولا هذوك اراء خاصه ديالكم، من حقكم تشوفوني كيف ما بغيتوا. but the main idea هو انه الا ما كنتيش واحد الانسان اللي كتحافظ على الدماغ ديالك في 2025 في الطريقه انت كيفاش كتحرك، كيفاش كتبعد من المشاكل، كيفاش كتبعد من الحوايج اللي تيستهلك، وديك الانرجي اللي كتكون عندك في الدماغ، لان انت عندك واحد الطاقه محدوده الا ما استغليتيهاش في الطريقه المناسبه كيفاش خاصها انها تستغل، you will get fucked by persons like me, by persons who are better than me. بعض المرات كنبقى نصور راسي، كنبقى نقول هذا المجتمع هذا اصلا هو راه مديور بهذه الطريقه هذه باش يخليك ديما انت مخربق. علاش؟ تقدر تعيش بلا تليفون دابا بيني وبينك غير واحد السيمانه مثلا، من شحال هذه مثلا في 2014 كانت ساهله هذه القضيه باش انك ديرها، تحط التليفون ديالك سيمانه تخبر ترجع عادي. دابا صعيب ما تقدرش. علاش؟ دماغك تعفن. الضربه الاولى نزيدوا عليها انت الحوايج الاخرى اللي كدير، نقولوا مثلا انت مبلي بواحد البليه اللي خايبه بزاف اللي كتعاد الكوك الهيروين عاد كفس، اللي هي بورنوغرافي. هذه ما كاينش شي واحد فينا اللي ما تيتفرجش فيه، الحمد لله ربي عاوني باش نقلع على هذه الصفه هذه، لان عن قناعه انا بديت كنبقى نقول في راسي ما يمكنش انا نتفرج في واحد كيماش وانا كنتفرج فيه. هذه هي اللعيبه اللي خلاتني في مخي انا عارف فاكين كاك. فهمتي كيفاش؟ تي الا درتها نديرها مع دماغي يا خويا كان مرتاح بحال كتمارسها عادي جدا، وكتخليها في واحد المود بحال الجسم ديالك غير كتعاود تحيي بديك اللعيبه وتعاود ترجع كيف ما كنت. علاش؟ لان حنا ما مزوجينش. عندك شي حل اخر السي الفقيه عندك سير قولوا اخي، تجي تهضر ليا بالدين غادي نقول لك الله عارفنا بلي غادي نغلطوا وغادي نعاودوا نطلبوا السماحه ونغلطوا، وكون عارف القوم ديالو ما يغلطش غيحيدهم ويجي القوم كيغلط وهي غاد ونغلط هو كيف زفاك ماشي انت اللي تحاسبني. اوكي يعني وصل النصيحه ديالك اللي قال لك الله انك توصل، اسكت. هذه احسن طريقه تتعامل مع الانسان. زيد عليها انه مثلا الحوايج اللي كتدمر الدماغ في هذا الوقت هذا هو الاكل ديالنا، الطريقه كيفاش كناكلو. يعني الوجبات اللي كنقصيو نورمالمون غالبيه ولا كيقصيو الوجبات السريعه. دابا قليل فاش كتسمع شي عائله كطيب ولا طيب ولا شي حاجه اللي غابره بزاف في هذا المجتمع، بحال تقول صافي الديمون ضد الطياف. سو الغالبيه تعيش بالوجبات السريعه اللي كتخلي دماغك سوبر فاكت. النيفو الاخير اللي هو الدروك. كنظنش نتوما غادي تكونوا مدوزين بزاف في هذا العالم هذا، لان كاين اللي عنده ديك الفكره ديال فهمتي. انا داك الشيء درت استكشافيا، واحد المتاهه دخلت فيها تقدروا نتوما ما يمكنش تفهموها، ماشي تقدروا ما يمكنش تفهموها، لان ما يمكنش غادي تشوف الحوايج اللي انا شفت وغادي تسميني حمق وتقول هذا غيتي خربق. حيت كنبقى ندير شي مرات شي نويطات بحال كيف ما كيدير المورفين. المورفين راه مفركل اللي ما عارفش المورفين صافي سالس هذاك طاير ليه الفريخ 100%. غير هو كنحييه حيت بقى واقف وخا طاير ليه الفريخ عرف كيفاش يسلك راسو بداك الايغو فهمتي. الله يستر ليه ولد بلادي تحياتي، ما يهمنيش هو كشخص. الفكره الاساسيه راني وصلتها لكم. الدماغ ديالنا هرسناه صافي سالينا. مشات ديك اللعيبه ديال انه مثلا دماغك كتخليه بدون محفزات. غتفيق الصباح نوض تصلي مثلا، بغيتي تطلع على درين يلاه صحاب فيتنس نطلع لكم المورال، ضربها بشي جريه مع راسك كذا ناضي دوش بدا الخدمه ديالك، وشوف الريتم كيفاش غادي يبقى هو طالع. واحد الورك فلو كتدخل فيه حلاوه ديال الحياه. هذيك هي البنه ديال الحياه اللي نتوما ما تحسوش بها. so it's your choice. في الاخير كتبقى حياتك. انا كنوصل التجربه ديالي الخاصه، انت كدير داكشي اللي كيعجبك، لان انت اللي من حقك تختار، ماشي انا اللي غادي نقول لك شنو دير وشنو ما ديرش. ثاني حاجه اللي كنلاحظها انا بزاف في هذا المجتمع الحقير الفقير، كونفيدنس، ثقه في النفس. عرفتي في خبارك هذا اكبر كونسيبت مغلوط عند بنادم بواحد الطريقه اللي لا يمكن شي الانسان ما عرفش فريمون الثقه في النفس الحقيقيه النيت كيفاش دايره، حيت صعيب باش انني نشرحها لك. خصني نعطيك شي مثال اللي ما تتفقش معايا فيه باش تحس بيه مزيان. اما الا عطيتك شي حاجه اللي تتفق معايا راه نقول لك مثلا ما تبقاش تسوق الراي ديال الدريات.
هذه شي حاجه اللي تتفق معايا فيها، تقول هو جيفز فاك اباوت وكامل تبقى تسب في البنات وكذا، لان انت ديجا عندك واحد الفكره. اجي نعطيك العكس، ما تبقاش تسوق للراي ديال الدراري. تقول لي شكون هذا اللي يتسوق للراي ديال الدراري؟ نو، راك كتسوق بلا ما تحس، تقدر تلقى راسك داخل في واحد المتاهه كتحاول انك ترضي واحد الفكره. الدراري مثلا تفقوا الفكره ديال الريد بيل، ديك الفكره ديال حميده الستار. شتي ما كانش عندك الثقه الكافيه في النفس ديالك، انت تكون داك حميده وما يهمكش انا هو حمدون المؤسس، فهمت؟ عجبتني شي دريه في هذا العالم غادي نمشي عندها وغناخدها، ما عرفتش شنو يكون علاش، because I fucking want it، وغادي ناخدها وغادي تهضروا وغادي ما تحملونيش وغنكمل. ما فهمتونيش؟ انا عارف كونسيبت ما يدخل لكمش للدماغ، لان الهضره هذه كتقول فاك كيفاش هذا الخونه هذا تيقول هذه الهضره هذه. نعطيك مثال اخر، فاش كتكون حيت دابا نتوما تيسحب لكم الدراري بلي معاكم فاك نو، كاين شي دري في هذا العالم اللي تتهمو انت كانسان ولا حيد منك هذه الفكره. there is no fucking friends in this world. في هذا العالم هذا انت كتلعب بوحدك كومبيتيسيون مع كاع الدراري ديال العالم. شوف غير باش كتكون خارج مع شي دريه زوينه كيفاش كيشوفوا فيك، ما كيحملوكش. راه كنت كنعرف هاد التصاور، راه ديجا وانا مالي ياك انا مستمتع، وانا مالي انت كتهضر عليا انت وشي كليكه ديال الدراري اخرين جالسين حاطين قرعه ديال الشراب ولا شنو كديروا كتهضروا عليا انا مالي فيكم. كنعرف شي واحد، جيت عند شي واحد سولت شي واحد، جيت سلمت على شي واحد قلت له واش بيني وبينك اخويا انت عندك تصاورها وكيف فاك، انا مالي. شفتيني مثلا درت واحد الجيست في الشارع اللي كيبان للناس بانال، ومن بعد ياك انت عجبك داك الجيست ارتحيتي فيه عبرتي على الذات ديالك، خاصك تعرف انه نهار تولي عندك واحد الفكره ديال منين تبغي شي حاجه في هذا العالم كتمشي كديرها مهما كان الراي ديال لونطوراج اللي داير بيك. وفاش كنقولها لك راه تنقصدها لك من النخاع الشوكي ديال مخك كديرها وانت راضي بها، مش شافوني الناس انا تحشمت كذا طلعت غني في هاد لاصين لا ما عنديش الصوت، طلع غني يا صاحبي وشطح طيام على بشريه يا صاحبي. علاش كتخافوا يا صاحبي علاش؟ راه هادشي تبنى في السيستم ديالنا. واحد المثاليه انه كتبغي تبان، هادشي انا عارفه من الجاي، افلام وديك السيغما ميل، عرفتي دوك اللي تشهروا في المغرب مؤخرا. كتلقى مثلا شي واحد تيقول شي هضره اللي غدراك ضربوا بموس ولا شي خريه بحال هكا، شي بولشيت كيتقال، وكتزاد ديك المزيكا ديال زعما باش كيبان خونا واعر ومخسر. فاك دي ايجو، فاك دي ايجو، ديك الصوره اللي الناس تحطها فاكيتها صح. تخيل معايا الا قلت لك انه ما كاينش اللي تيمنع الانسان باش انه يكون ناضي في حياته اكثر من راسو. كتبقى تفكر مثلا في شي افكار اللي ما كاينينش، كتبقى تقول مثلا شنو تيقول بدون ما تحس. دابا هذا الشيء راه تيكون مبرمج عليه بنادم، ماشي تيقصد الناس كتقول هذا راه قال وهذا فعل وهذا ترك، لا هذا الشيء راه التصرفات ديالك كتعكسوا، راه اللاسلكي ديال اللاوعي ديال دماغك مبرمج عليه صافي، تبرمج عليه ولا غادي هذاك هو السيستم ديالك. انت اين كتفيق كتمشي بداك السيستم اللي ديجا انت مبرمج عليه، ماشي كتختار واحد السيستم اللي تيناسبك انت. داكشي باش كتلقى راسك كضرب سنين من حياتك وعمرك تصالحتي مع الذات ديالك 100%. ما تقدرش تصالح معاه، لان الا تصالحتي مع الذات ديالك 100% شنو هي؟ غادي تدابز مع الناس اللي عزاز عليك، غادي تخسر شحال من واحد بنادم ما غاديش يبقى يحملك، غتولي تخسر البلاصه ديالك في المجتمع، وغتخسر المكانه ديالك والصوره ديالك والسمعه وبزاف. باش باش انك تعيش عبد لواحد الصوره نمطيه اللي صنعها المجتمع، خصك تحافظ عليها باش ما تبانش مختلف. حيت الا بنتي مختلف كتحس بالتهديد. وهذه هي اللي كتدي لي النقطه الثالثه الاخيره، وهي شتي انا هذا هو الدرس الوحيد اللي صافي ختمت به انا. هذا الشيء ديال عطيني نصيحه نفيدك، لا واش خص الانسان يدار واش ما خصش يدار. الثقه في الله، الايمان اللي هو العنوان اللي قريتي في الطامبليل، الايمان وليس الاسلام. علاش كتبت العنوان بهذه الطريقه هذه؟ بعض المرات حنا الانسان، ماشي بعض المرات، معظم
حياتنا نقدر نتكلم انا على راسي وانت كتعكس التجارب ديالي في حياتك، انا غير مجرد واحد التمثال كيتكلم. هاد المرات التجارب اللي تنعيشوا في حياتنا اللي عشت انا مثلا عشتهم تقريبا كاملين في واحد mental state of fear، في واحد العقليه ديال الخوف لا وعي. راه كنقول لك هادشي تيمشي معاك في السيستم ديالك حتى كيفاش كبرتي، حيت الطفل الصغير ما بين 4 سنين حتى 11 عام كيتكونوا في لي سيستم ديالو بزاف ديال الحوايج. عاد كيبدا تروماتيزا بداكشي اللي تيوقع في الحياه. واحد النهار كنتعرضوا ليه هادو الحاجه اللي خلاتني نكون خايف. واحد النهار ضربني واحد خونا فهمتي وخلاني هادشي مرعوب في الداخل ديالي. واحد النهار وقع لي واحد السوج، واحد خونا كيتحقر وما كنتش كنحمل الحقره. واحد النهار شفت واحد الاستاذ كيعير واحد الانسانه. واحد النهار اختي تعرضوا ليها والدراري بداو كيطلعوا عليا وداك البنان. واحد النهار مشيت طلعت في واحد المسرحيه وخرجت بداو كيطلعوا عليا وصوروني وبداو كيلوحوني واش انت هو داك الكلون ديال داك النهار. واحد النهار جيت ديت هذاك كيسبني واش انت كدير يوتيوب واش لا. هادشي كامل كتكون انت كتعيشو في واحد المجتمع مغربي حقير اللي الناس شي حاضيش. يعني حنا كيف ما كنقولوا حنا في المغرب عامرين بالتبع، فهمتي فين هذيك الحاضيه ديال بنادم لاقصى درجه. شي علاش عمرنا تنعيشوا ديك الراحه النفسيه، ديما دماغنا تيبقى منكري ومنوي. اصحاب الجوانات هما اكثر وحدين كتلقاهم منوهين في هذا العالم هذاك، منكري من اي حاجه، منكري مضلو مصاحبو. نقدر يلا انت تعاملتي معاه تفرق معاه هو راه مناوي من جهتك بشي ناحيه اخرى خايف لا تغدروا ولا. هاد الراحه النفسيه هادي فوقاش تولي تعيشها؟ فوقاش بصح داك الخوف من الفقر، الخوف من انك تفشل، الخوف من ان الرزق يتسالى مثلا، الخوف من انك تخسر في واحد البيزنس، الخوف من ان زعقوك من واحد الخدمه وما تلقاش محسن. هادشي كامل كيمشي فاش كتولي كتامن بالله كيف ما خصك تامن. هاد الايامات هادي مؤخرا كنت خدمت مع واحد الكليان، كان صيفط لي واحد الافونس باش نقاد لي واحد الفيديو. مي انا الوقيته ديال الفيديو ما كنتش مسالي فيها، ما لقيتش وقت الصراحه باش انني نخدم ليه داك الفيديو. فوصل الديدلاين صيفط ليه ميساج قلت له اسمح لي راه ما قدرتش انني نسالي هذا الفيديو، الوقت ديالي ما سعفليش كندير شي حاجه اخرى. ففي ديك اللحظه في الغالبيه شنو يقدر بنادم يدير؟ مثلا هو راه في دوله اخرى ما نعرفوهاش، تقدر انك تنصب عليه وتزيد طق طق كيف ما الغالبيه تيدير. نو انا شفت الله، ماشي زعما قولت انا ولا انا فاك بوشيت، شفت الله قبل ذاك الانسان وقلت مع دماغي ودابا انا الا نصبت على هاد خونا هذا واش زعما ما غاديش ترجع فيا واحد النهار اخر؟ حيت الحياه راه دواره كما تدين وتدان. نو من اجل الله سبحانه وتعالى رد لي فلوس. وش هاد السيناريو اللي عاودت لك واحد من بزاف. فاش بديت كندور هادشي في دماغي اكتشفت انه والله مخليني واقف هاد المده كامله حيتاش كنت كندير بزاف ديال لي جيست بحال هاد الجيست اللي عاودت لكم دابا. فما حد كتثق في الله وما حد عندك واحد الثقه كامله ديال انه ولو اجتمع الانس والجن على ان يؤذوك بشيء لن يؤذوك الا بما كتبه الله لك. كتسطر عليها، كتخرج بنتك انت للمجتمع، كتعبر على الذات ديالك، كتخدم الانسانيه، كتحط حدود ديالك مع اي واحد بغى يهرسك، كتكون واجد سيفك ديما تحتك. انا سيفي تحتي، شوفوا نتوما. كتامن بالله، كتكون واحد الانسان صالح في المجتمع، حتى حاجه في الدنيا ما تخلعك. ما تبقاش عايش في هاد التناوي ديال خاصني نكون فيرسيون سبيشال جانيوري بوشيت وينتر ارك. كتولي انت هو داك الانسان في كل دقيقه وفي كل ثانيه. فكانت هذه الفكره ديالي، هذا هو الملخص ديال كاع هادشي اللي ديجا درت قبل. فما كنتمنى ما تعاودوش تسولوني هذا السؤال، حيت صافي اين فوا تسولني غادي نقول لك رجع لهذا الفيديو هذا ونشوفكم بشي موضوع جديد، لان عندي بزاف ما يتقال، عندي مواضيع كثير. ما رجعت انا لهذا اليوتيوب حتى عرفت راسي غادي نستمر في هذا الكونسيبت سنين طويله ان شاء الله. وإلا عجبكم هذا الانسان واخا كنبان لكم شي شويه في شكل، فعلي الجرس. نلتقي في فيديو جديد. بقى واقف وخيبه ويرسو.